الغطاسه نزلوا ولكن اللي طلعوا به ما كانش متوقع. اليوم عشنا واحد التجربه مختلفه بزاف. خرجنا في البحر مع امانديس ومع الفريق ديال الغطاسين في واحد النشاط اللي الهدف ديالو الوحيد هو نقيو البحر ديالنا من النفايات. هزينا اللوازم ديالنا وركبنا في القارب، ودابا ندخلوا وسط البحر باش نجمعوا النفايات اللي كاينه داخل. من بعد ما دخلنا الغطاسه وجدوا اللوازم ديالهم وهبطوا واحد ورا واحد في قاع البحر. المره اللي فاتت دخلنا في اعماق القوادس، ودابا ندخلوا اعماق البحار باش نجمعوا النفايات اللي حنا السبب ديالو. وهذا الشيء هذا بمناسبه اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. ملي دخلوا تحت الماء صدموا بالواقع المر. النفايات مرميه في بلاصه مفروض تكون عامره بالحياه. هالابطال ديالنا كيقوموا بواجب، وهادشي اللي كيعدلوه راه ماشي ساهل. شفنا الغطاسه كيجبدوا كل حاجه مضره للبيئه، بلاستيك، الحديد وحتى الاشياء اللي ما كناش كنتوقعوها نلقاوها في البحر. شحال خساره كنتي هاد القرعه هادي عملتيها في البلاصه ديالها، ماشي سيبتيها في البحر. حاولنا نجمعوا ما امكن من النفايات، حطيناهم في القارب وخرجناهم. وهنا حاولنا نعزلوا كل نوع ديال النفايات، كل حاجه في بلاصه باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم. بعد ما جمعنا هاد النفايات هادو غنديهم باش نعملوا لهم اعاده تدوير، نستغلوهم في شي حاجه اللي تكون مزيانه. واحد المعلومه مهمه، النفايات اللي كرموا في الارض راه كياخذوا وقت طويل باش تحلل. على سبيل المثال قرعه ديال البلاستيك كتبقى 450 سنه باش تحلل، وحتى من الخيط ديال الصياده اللي هو صغير مره راه كيبقى 600 سنه باش يتحلل. مع الصيف ما جا ضروري خصنا نحافظوا على الشواطئ ديالنا، حيت اللي كيستافد من هاد البحر هذا هما حنايا. ومن القيم المهمه ديال امانديس هي الحفاظ على البيئه. شكرا امانديس، وشكرا كل واحد كيحاول يخلي هذا الكوكب نقي.